أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة في التسعين. احنا طبعا لسه الماتش بتاع النادي الأهلي وبرشلونة لسه خلصان دلوقتي. صوتنا راح. واحنا يعني بنشوف الفرص اللي بتضيع، الفرص القليلة يعني اللي جات لنا. وبنرجع تاني بقى بعد ما كنا في كأس العالم، وبنشوف يعني الحلم بتاعنا بيزيد والطموح بيزيد في اننا بنقلل الفوارق مع الفرق الكبيرة وبنشوف ان احنا بنعرف نحقق، وكنا بندور على اننا نصعد دور 8 في كاس عالم، وعايزين نكسب الارجنتين، نكسب ميسي والفاريز واللعيبة الكبار دول كلهم. خلاص، لا احنا دلوقتي رجعنا تاني الدوري المصري بقى خلاص. رجعنا تاني للمطوشة بقى اللي هي فيها الكواليتي بتاعنا التعبان. رجعنا تاني للمطوشة اللي هي فيها النادي الأهلي بيدور لسه على مهاجم. رجعنا تاني للأهلي بتاع 2017، ورجعنا تاني للأهلي بتاع مجدي قفشة لما بيضيع فرص ويطلع في الانفراد وبيدور على زميله. رجعنا تاني لكل اللحظات دي. الواحد حاسس بإحباط صعب. ممكن مش عارف هل الناس حاسة بنفس الإحباط ده ولا لأ، ولكن يعني بجد حاجة صعبة جدا. انا اعذروني طبعا على انفعالي وعلى يعني الحزن اللي انا فيه، بس انا دايما يعني الفرقة اللي انا بشجعها بتمنى انها دايما يعني تديني طموح وتديني إرادة وتحسسني دايما ان انا عندي امل لحد اخر لحظة، مش ان انا احس ان الماتش يعني رتمه بطيء. واتمنى برضو يعني ان يكون الاحساس ده مش هو احساس كابتن ابراهيم وكابتن زياد. ويعني انا شايف برضو ان هم يعني الحزن مسيطر عليهم. كابتن ابراهيم، ايه رايك النهارده في الماتش النهارده؟ وهل فعلا الاحساس اللي عندي ده يعني احساس مشترك متبادل، ولا انا لوحدي اللي حاسس كده؟ فعلا يا كابتن احمد، اهلا بيك الاول واهلا بالساده المشاهدين. احنا ابتدينا يعني فعلا انا بشاركك نفس الاحساس بالضيق والزعل وكل المشاعر السلبيه. ولكن انت بتلاعب في الاول وفي الاخر، انت بتلاعب برضك نادي يعني من التوب فايف في العالم، نادي برشلونة وكلام من ده، وبرضك الاهلي والكابتن حسين عموتة الكوتش بتاع الاهلي برضك لسه ما مسكش كل ادواته، بالنسبة للاعبين وبالنسبة لمراكزهم وبالنسبة لكذا. لسه برضك الدنيا عاوزة مزيد من المباريات وكده. انا حاسس في الكلام الكابتن ابراهيم بيقوله ان احنا رجعنا تاني بقى خلاص للالفينات يعني في بدايه الالفينات وبدايه والثمانينات والسبعينات، لما كنا بنقعد نتكلم ونقول كويس ان احنا برضو كنا بنلعب فرقه كبيره، كنا بنلعب بطل اوروبا، كنا بنلعب مش عارف ايه، ونروح ناخد على قفانا سوري يعني كده من اي فرقه ونطلع كده كده. احنا يعني ما عندناش مشكله ان احنا نتغلب، ما عندناش مشكله يا جماعه. احنا يا جماعه يعني الجيل بتاعنا اتربى على اننا عندنا طموح وعندنا دايما ما بنحبش الخسارة. يعني شايفين ان بنتفرج على كوره عشان نشحن نفسنا طاقه ونشحن نفسنا طموح علشان نبقى احسن. ولا انت شايف ايه يا كابتن زياد؟ لا طبعا احنا متربيين من واحنا صغيرين، ان احنا دايما ما بنحبش نخسر. احنا بنحب دايما ان احنا نكسب. امم آه، وانا عارف ان هي مباراة يعني كانت يعني ودية وكل حاجة، بس احنا برضو بيبقى فيه اللي هي في البري سيزون انت عايز تعرف الفرقة حالتها عاملة ايه. فاحنا عشان كده احنا زعلانين، مش زعلانين على الخسارة. انت ممكن تبقى خسران 5-0 بس انت لعبت كويس وده مستواك، فخلاص. لكن انا شايف ان احنا كان مستوانا نقدر ان احنا مثلا على الاقل نتعادل معاهم لو احنا احنا كنا شايفين يا كابتن زياد يعني هو ممكن الاحساس ده وصل لنا لاننا يعني طموحنا عالي قوي في كاس العالم. يعني احنا كنا واصلين ان احنا عايزين نكسب بطل العالم، كنا عايزين نكسب ميسي. شفنا ان مفيش فوارق، الفوارق يعني يعتبر قلت خالص. كان اللعيب مثلا بيتصاب ولا بيحصل له حاجة، الكابتن حسام بصراحة يعني من الحاجات الجميلة اللي هو عملها ان لا في بدايل. اي لاعب بيلعب بيبقى خير بديل للي كان قبله. فليه ليه نرجع تاني يعني للمنظر ده ونشوف النادي الاهلي
وبعدين يعني احنا قاعدين نتكلم وبنقول لا وعايزين الاهلي يرجع كاس العالم للانديه وعايز يلعب في دوري ابطال افريقيا ويعمل ويسوي. خلاص احنا فعلا يا جماعه يعني انا شايف ان احنا اخرنا كونفدراليه من الاخر. مستوانا انا حزين وانا بتكلم وبقول كده، بس انت شايف نفس الموضوع ولا لا؟ بص يا كابتن احمد، انا اعتقد ان الموضوع كله بدأ بان احنا من زمان ولاعيبه الاهلي دي دايما بتنتظر ان هو حد يجي يمسكهم من ايديهم كده ويقول لهم تعالوا بقى هتروحوا دوري الابطال اوتوماتيك. لما بقى دخل بيراميدز ودخل فرق وبقى في يعني منافسه اشتعلت اكتر في الدوري، بقى في تهديد للمرحله دي. فبقينا اللعيبه بقى ايه ده، انا ممكن اوصل الكونفدراليه، وده اللي حصل ووصلوا بص الكونفدراليه يا كابتن فعلا. زياد، ممكن انت بس عشان يعني جين زي زي ما بيقولوا لسه صغير، انت ما شفتش النادي الاهلي في عزه، في عز ابو تريكه وبركات والكلام دوت. يعني ممكن كلامك دوت من خلال الموضوع ده، انا من خلال لكن اللي طول شفته. الوقت طول الوقت كان روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء كانت هي دايما المؤثره، وهي دايما الدافع للفريق انه هو يحقق بطولات اكتر ويلعب لحد الدقيقه الاخيره مهما كان المنافس مين. احنا كنا بنتغلب من برشلونه 4 و4-1 وكل الكلام ده، بس كان بيبقى فيه فرص. النهارده ملخص الماتش يعني بصراحه حاجه صعبه جدا يا كابتن ابراهيم. هو زي ما حضرتك قلت احنا اتعودنا في كاس العالم فعلا مع الكابتن حسام ومع المنتخب الوطني ان كنا بندوب الفوارق بيننا وبين الفرق الكبيره اللي احنا كنا بنلعبها. ولكن لما جه الماتش ده احنا الشوط الاولاني لا، نسبه استحواذ برشلونه فوق ال 70%، واحنا ما يعني حتى الكوره السكند بول ما بنكملش فيه. ولذلك جه فينا الجونين دول وجونين، وكان ممكن يجي اكتر من كده، وما هاجمناش خالص مرمى. انا مشكلتي ان برشلونه ما لعبتش حلو. يعني انا مشكلتي ان انا ما حسيتش ان انا بلعب منتخب اسبانيا. يعني انا لو رودري بقى كان بيلعب كان حصل فينا ايه؟ هو فعلا ايوه ايوه، هو انت عندك حق ان هو فعلا لعب برضك مش بقوه برشلونه كلها. يعني كان موجود يمين يامال وبعض اللاعبين الاساسيين، ولكن معظم اللاعيبه التانيه اللي هم اللاعيبه اللي هم يعني الاحتياطي او الشباب يعني. ولكن هي في الاول وفي الاخر برشلونه هم بيلعبوا برضك بنظام الضغط المتقدم والكلام من ده، والضغط العالي والكرة الأسبانية هي نظام التيكي تاكا والشغل بتاعهم العالي والاستحواذ والكلام من ده. لكن احنا كان المفروض الكابتن عموتة كان يعمل حساب. انا دلوقتي هنجيله اه الكابتن عمود. انا بس انا كنت انا شايف بتكلم في في حاجه حته برضو عايز ننور يعني ننور اللمبه فيها، لان الحته ديت مم. يعني مش عارف الناس لاحظتها ولا ايه. بس انا دلوقتي لما اجي العب فرقه زي برشلونه في افتتاحيه موسم، انا ليه العب برشلونه وانا عندي لاعب زي امام عاشور خلاص وما يلعبش؟ يعني ما تقوليش اصل هو مش جاهز. طب هو مش جاهز ده غلطه مين يا جماعه؟ ده يعني الوضع الحالي ده انا من وجهه نظري ده اهدار للموارد واهدار للمال واهدار لكل حاجه. انا ليه يبقى عندي لعيب زي امام عاشور من ضمن احسن 20 30 لاعب في كاس العالم، واجي الاعب برشلونه؟ يعني اجي الاعب حد في الليفل ده ما يبقاش عندي احسن لاعب عندي في الفريق يا جماعه؟ ما هو انا يا اما يعني احتفظ بيه، وانا جايب امام عاشور عشان العب بيه في الدوري؟ يعني انا جايب لعيب ب 2.5 مليون دولار ولا 3.5 مليون دولار من ميتلاند وبدفع له قد كده في السنه، وفي الاخر عشان العب بيه في الدوري الاعب فاركو والاعب زد والاعب الفرقه دي مع احترامي يعني؟ ولا لما اجي العب برشلونه المفروض استفيد باللاعبين دي؟ انت ايه رايك يا كابتن ابراهيم في الموضوع ده؟ وهل فعلا الكلام اللي انا بتكلم فيه ده انا ليه حق فيه ولا لا؟ انت ليك حق وكل حاجه، بس هو المشكله دلوقتي هو الكابتن عموته هو عنده ايه؟ عنده لعيب دماغه او المينتاليتي بتاعته مش ليه مساعداه. نحط نفسنا يا جماعه في الوضع فهو ده؟ محطه ليه يا القصه جماعه؟ ديت ليه احنا هنفضل ما انت في عارف الوضع ده طول الحلقه اللي الوقت؟ فاتت احنا اتكلمنا انا والكابتن زياد بهذا الخصوص، ان البني ادم ده الوكلاء بيلعبوا في دماغه، وهو دماغه مش رايقه ومش يا مركز. جماعه انا هو انا عندي هالاند؟ هو انا عندي هالاند في الفريق يا جماعه؟ انا بلاعب يعني انا بلعب يا جماعه الناس ما بتعرفش تبازي كوره يا جماعه. انا قاعد بتفرج على الماتش، الموضوع صعب.
طب هو يعني واحد زي قفشه يا جماعه طالع يجري انفراد يعني الف ب كوره بتاخد المدافع في ظهرك وتخش على الجون، يا عم خش حاول فيها، انما تاخد الكوره في الانفراد وبتدور على اللي وراك مين اللي هيجي يتابع معاك، ولا بوظيت ولا شط ولا عملت اي حاجه. ليه يا جماعه كده؟ انا اعذروني على الانفعال بتاعي، بس اكيد اللي انا حاسس بيه ده يعني الناس والجماهير اكيد حاسه بنفس المشكله. اكيد. ولا انت شايف ايه يا كابتن ابراهيم؟ لا لو انت عندك حق في الفرصه بتاعت قفشه دي، غريب جدا التصرف بتاعه بصراحه. يعني انت الكوره قالب ب ان انا اخد وانطلق واخد المدافع في ظهري وانا ورزقي بقى، لكن اقف واتفرج ولسه بستنى، ولا بزيط ولا جريت ولا هاجمت ولا عملت. ودي فرص الاهلي يتعدوا على يعني على صوابع الايد الواحده. انا قاعد بتفرج على الماتش، انا جا في دماغي بقى خلاص ماتش فلومينينسي والمطوشه بقى اللي احنا وبالميراس ومش عارف وانتر ميامي وكل الفرق بقى، كل اللحظات وباتشوكا، كل الفرق واللحظات الصعبه اللي احنا اللي تعرضنا ليها وكنا ممكن نحقق انجاز وما حققناش. هل يا جماعه ده منظر الفريق اللي احنا منتظرينه في موسم للاصلاح السنه الجايه؟ كابتن زياد، انا دلوقتي عايز اخد رايك في حاجه، معلش. انا دلوقتي في السيزون الجديد اللي احنا داخلين عليه ده، انا باجي اتفرج دلوقتي، انا شايف اللاعبين بيطلعوا في بودكاست ويطلع يتكلم ومش عارف، واحمد شديد قناوي ومجدي قفشه ومش عارف حسين الشحات، الناس بتتكلم يا جماعه ان هم يعني يعني خريجين مدرسه برشلونه من هم صغيرين، ولا كانوا بيلعبوا في فريق البرازيل 2007 يا جماعه. في يا جماعه فين المستوى ده في ارض الملعب؟ بيطلعوا يتكلموا في البودكاست ليه يا جماعه؟ ويقعد يقول لك احنا عملنا وسوينا وخلينا. فين؟ ما تورينا. انا ما شفتش باصه عدله من اول الماتش اللي قفشه، انا مركز معاه من اول الماتش. الشوط الثاني نزل مجموعه لعيبه يا جماعه انا مش عايز اتكلم في احمد عيد. احمد عيد ده يا جماعه اللي عمل ضربه الجزاء، ايه يا جماعه ده؟ كان ممكن في وقت ضربة الجزاء ده انت تعمل هجمة. ليه كده؟ ليه اتعرض انا الموقف زي ده؟ ممكن في ماتش كبير، في ماتش. قول لي بقى يا كابتن زياد، هل اللعيبه دي تستحق الملايين اللي بتتجدد لها كل سنه؟ بصراحة لا. هو اللي بيتقدم ده الصراحة فوق المستوى. يعني ان انا ادفع الكم ده من الفلوس عشان لعيبة زي دي، وده يعتبر يعني اوفر، وده تضييع للمال العام فعلا. تمام. انا شايف ان اللاعب كام لعيبة كده الوحيدين اللي هم جم قدموا حاجة فعلا، عندك يتعدوا على الصوابع يا كابتن. عندك مثلا أسامة أبو علي. تمام. ده انا كمان مش لاقي. انت في مين تاني عمل حاجة؟ بصراحه هو اسامه ابو علي فقط اللي كان كواليتي، وبعد منه انا اقصد الكلام اللي انا بقوله في الكواليتي خلاص علي معلول فقط. احنا مفتقدينهم لغايه دلوقتي، احنا ما عندناش لعيبه. انت النهارده انا بتفرج على الماتش، انا عايش نوستالجيا وحشه. انا قاعد بتفرج على الماتش، مفيش خالص، مفيش كوره، احنا ما حضرناش الماتش. انا حضرت ماتش الاهلي وبرشلونه 2007 تحت فليه المئويه، ما كنتش انت اتولدت يا كابتن زياد. الماتش يا جماعه كان فيه فرص. احنا وبعدين معلش كنا بنلعب برشلونه، يا برشلونه اللي خلتني انا احب كوره، اللي كان فيها رونالدينيو وميسي وايتو وماركيز الناس دي كلها. وبيقول تقدر انت النهارده يا كابتن ابراهيم تقول لي مين احسن لاعب في الاهلي النهارده في الماتش؟ هو لا، ما تقدرش تطلع حد. يعني ممكن يكون يعني ما لما تيجي تبص مثلا ممكن يكون يعني احسن مروان مثلا، يديله كام من 10؟ محمد هاني شويه. تديلهم كام من 10؟ انا ما شفتهمش في الماتش النهارده. يعني بتديهم مثلا احسن واحد ممكن ياخد 5 من 10. ده احسن واحد. والله يا كابتن ابراهيم انت كريم قوي معاهم بصراحه. كابتن زياد، تقدر تطلع حد النهارده ان هو يبقى من احسن لعيبه في الماتش من النادي الاهلي؟ فعلا. بس لو احنا هنحتسب اللي جاب الجون، يعني هديها لزيزو عشان هو اللي جايب الجون اللي هو الواحد. فهيبقى مثلا زي ما الكابتن ابراهيم قال، هيبقى كله 5 من 10 مثلا، وفي ناس لعيبه 0. انا يا جماعه غير أسامي. انا عندي مشكله برضه في حاجه، معلش. انا خط الدفاع كله بيباظي الكوره للمهاجمين بتوع برشلونه.
النهارده لو مهاجمين برشلونه يعني عندنا مشكله في عندهم لا لا فيرست وسكند بول. لا لا في السكند لا 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 في سكند ايه؟ لا هم سكند ايه؟ احنا طولنا لسه لحد السكند. دلوقتي احنا بنتكلم يا جماعه، النهارده خلاص، واحنا اصلا اللعيبه بتبازي الكوره للعيبه بتاع برشلونه، بتبازي حارس المرمى بيبازي لبرشلونه. اللعيبه المدافعين قلب الدفاع يا جماعه. انا كنت بلعب يعني، لعبت كوره في 11 خلاص، انا ما شفتش كده. يعني ايه لعيب قلب دفاع يبازي للمهاجم؟ مفيش طلوع بالكوره ازاي يا جماعه؟ محدش بيطلع بالكوره كويس، مفيش طلوع بالكوره كويس جدا، ودي نقطه صعبه ولسه لحد دلوقتي ما تعالجتش، ودي هتعمل كوارث للاهلي. مفيش حد بيطلع من السنتر باك بالكوره قدام، ولا الاثنين. ايه رايك ايه رايك في والليفت شخصيه باك. حسين عموته النهارده في الماتش؟ النهارده يعتبر اول مباراه، يعني تجربه يعني كبيره او فعليه للفريق. قول لي كده ايه رايك وتقييمك لحسين عموته النهارده؟ تديله كام من 10 في اداره مباراه؟ انا بالنسبه لي انا بلاعب 11 قدام 11، ما تقوليش ان انا كنت بلاعب برشلونه. لا انا اقول لك، هو برضك مش هيزيد عن الخمسة او الاربعة من 10 اللي هو خدوها احسن لاعب عنده او احسن ناس لعيبه عنده برضه. انا بالنسبه لي صفر، انا ما كنتش حاسس بيه في الماتش لا، خالص أنا بقول لك. صراحه. يعني جايبين مدرب بندفع له حوالي مثلا 200 او 250 الف دولار في الشهر. وطبعا احنا لو حولنا الرقم ده اضربها في 50 كده وشوف المنظر، الكالكوليتور بتاعك او الآلة الحاسبة مش يعني مش هتبين لك الرقم بالظبط، يعني من كمية الاصفار اللي انت هتشوفها. فهل فعلا الارقام اللي احنا بندفعها في اللاعبين وفي المدربين، هل احنا بنشوفها على ارضيه الملعب؟ هل بنجيب مدرب اجنبي علشان في الاخر المفروض يعني ان احنا نقلل الفوارق مع الفرق الاوروبيه وغيرها، ويعللنا طموحنا ان احنا في الاخر نشوف المنظر ده؟ ولا انت ايه رايك النهارده برضه يا كابتن زياد؟ والله يا كابتن احمد، انا شايف ان يعني ان احنا برضو يعني انا لازم ان انا اقول على حاجه معينه، ان هو مهما كان ده ماتش ودي، تمام. وانا لسه ما شفتش شخصيه المدرب، ولا هو شفنا ان هو لسه قادر ان هو يولف بين اللعيبه ولا لا. فانا ده ما اقدرش ان انا احدده، معلش. لو مثلا احنا كنا بنتكلم على مثلا كولر او ما اشباه كولر، تمام، المدربين اللي جم بعده، اللي هم خدوا فترتهم في النادي الاهلي، اقدر ساعتها ان انا احكم على عموته. بس انا حتى الان شايف ان انت لما يعني تخسر وكان في ايدك ان انت تتعادل لولا اخطاء فرديه من اللعيبه، دي لا مشكله لعيبه، مش مشكله المدرب. وما زال الموسم طويل وجهه اهو. نظري هي مشكله مدرب. يعني انا برضو انا لما شفت حسام حسن يا جماعه، اما شفت حسام حسن في كاس العالم وتاثيره على لعيبه زي زيكو، انا زيكو ده ما كنتش مقتنع بيه على فكره خلاص. كابتن حسام غير. بس الكابتن حسام يا جماعه في كاس العالم وقبل كاس العالم في المطوشه الوديه، لا عمل سوري يعني من الفسيخ شربات بصراحه. لا الكابتن حسام حسن مع المنتخب الوطني غير. كابتن حسام حسن ما بياخدش نفس اللي بياخده الحسين عموته او غيره من المدربين الاجانب اللي جم مصر او النادي الاهلي او نادي الزمالك او غيره. مشكله الفلوس والتقييمات دي والبيزنس اللي موجود ده مش بتاعنا، بس احنا بنتكلم على ايه. هو احنا بنقول، انا امبارح انا كنت في فيديو مع الكابتن زياد، وقلت له التشكيل ان هو لازم انت كنت تقفل قدام ب2-6. يعني كان يلعب مهند، يلعب مروان عطية ومعاه أكرم توفيق. ده في ماتش ايه يا كابتن؟ في الماتش ده أنا كنت متوقع، كنت عامل استيميتد للتشكيل ان هو لعب بالفرقة كلها 6. لا هو المشكلة ايه بقى؟ المشكلة هو جه عاوز يلعب على الكاونتر اتاك او على الحتة اللي ورا المهاجمين المدافعين بتوع برشلونة، ولكن ما اسعفوش لسه برضك اللعيبة ما حفظتش. عاوز اقول لك حاجة برضك للأمانة، ان الاهلي ليه ضربة جزاء. برضو انا عندي مشكلة. انا عندي مشكلة خلاص، مش عايزين يعني نحط شماعات. لا بس في ضربة خلاص. انا برضو كابتن ابراهيم، انا لسه بتكلم معاك ان برضو احنا يعني للاسف رجعنا تاني للنغمة القديمة بتاعت اصل لينا ضربة جزاء، اصل نو فير، اصل ريفري نو فير، وهنخش بقى في السكة ديت. وانا بصراحة لا، انا شايف ان النهاردة الماتش كان سيء.
المباراه يعني كانت مباراه محبطه ليا. انا كنت منتظر مباراه احسن من كده. انا واحد حضرت الماتشين بتوع برشلونه بتوع المره اللي فاتت، اللي هم بتوع سنه 2007 او 2007 و2009. شفت الماتشين دولت، وبالنسبه لي كنت مستني اشوف ماتش احلى من ده، مع العلم ان النتيجه النهارده تعتبر احسن نتيجه في الثلاث مطوشه، ولكن احنا كنا في المطوشه اللي قبلها على الاقل كان لينا فرص، على الاقل بنيجي نتفرج دلوقتي بنتبسط. بس في حاجه عاوز اقولها بعد اذنك. فالنغمه بتاعت اصل كويس الحمد لله، اصل احنا كويس ان احنا كنا مش بنلعب فرقه كويس كبيره. يعني. لا يا كابتن ابراهيم بصراحه يا كابتن يعني انا بصراحة بس مش بعد عجباني اذنك، الكلام ده. لا هو دلوقتي الشوط الاولاني فعلا احنا ما جيناش وكنا سيئين جدا. والتاني الشوط الثاني الدنيا اتحسنت شويه ورحنا على المرمى. فيهم كوره جت جون بتاعت زيزو، والكوره الثانيه اللي كان رايح فيها كوكا ديت وكانت ضربه جزاء، وفي الكوره بتاعت قفشه. يعني شفنا المرمى الثاني وكان في ايجابيه على المرمى. الدنيا اتحسنت بالرغم ان هو منزل تغييرات وكده ولاعيبه لسه اللي جاي من اعاره واللي جاي لسه جديد ما يا لعبش كابتن مع ابراهيم يا كابتن ابراهيم الحسين عموته لما جه ادى للناس اجازه، يعني اللاعبين خدوا اجازه، لا ادي خدوا اجازه. راحتهم لا خلاص. لا ادي يا اجازه كابتن للناس ابراهيم يا بعد كابتن، اذنك، لحظه واحده. بعد اذنك كابتن ابراهيم، اللاعبين خدوا اجازه خدوا اجازه خلاص طويله، للدوليين. دوليين وغير دوليين الدوليين خدوا اجازه. هو جه اصلا متاخر، يعني هو جه اصلا متاخر، فضل قاعد برضو شويه بعد ما مضى العقد جالنا متاخر. فانت بقى لو انت ما عندكش انسجام وما عندكش مش عارف ايه، طب ما نزلتش ليه اللعيبه تتدرب وتعمل لهم مطوشه وديه اكتر؟ ما دي غلطه من غلطاته، دي الغلطه من غلطاته ان انا دلوقتي بعد الكام ماتش اللي انا لعبتهم ودي دلوقتي انا في الاخر خالص بثبت بطلع بقى ايه الخلاصه بتاعه التشكيل. خلاصه التشكيل ان انا هلعب بده وده بديله ده وده، يعني كده ما تبقاش العمليه ان انا بجرب لسه تاني. انا المفروض بعد الثلاث اربع مطوشه اللي لعبهم في الثلاث مطوشه اللي في مصر والماتشين اللي هناك في اسبانيا قبل الماتش ده، يبقى انا في الاخر خالص الخمس مطوشه دول انا عملت خلاص، عرفت مين السنتر طب باك. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، انت بتقول لي مفيش انسجام. لا بس هو في حاجه برضك، انت عندك اللعيبه في ناس راجعه من الاعراض لسه برضك بعقليه النادي اللي كان بيلعب فيه لسه شويه. كابتن هو ابراهيم بيعالج. كابتن ابراهيم مصر على الحجج والاعذار لا هو في حاجه بجد، بس يعني في احنا حداد هنفضل طول على عمرنا في فكرة. الحجج انا والاعذار. اقول لك حاجه، لا مش بختلف الاعذار. انت عندك دلوقتي هيجي لك الاربع خمس مطوشه الاولانيين في الدوري هتلاقي فيهم حاجات زي كده، هتلاقيهم في متاع لحد ما الدنيا تتظبط عن كده، وهي دي طبيعه الكوره كابتن. على فكره برضو برشلونه في نفس الوضع على فكره، ما يعني هي برشلونه برضو لسه في بري سيزون ولسه طيب بادئين ما ولسه هي عاملين كده. خلاص. هي صح بتبقى ولا ايه؟ جميل. ولكن النهارده حققوا اللي هم عاوزينه. لكن في وبعدين انا حسيت اصلا ان هم كالعاده، انا يعني النظره دي بتضايقني جدا في الفرق. هم لقوا ان خلاص بيلعبوا فرقه عالم ثالث وخلاص، مع احترامي يعني، وانا بحب النادي الاهلي جدا ومفيش حد يعني يقدر يشكك في انتمائي للنادي الاهلي وحبي للنادي الاهلي. ولكن النهارده بصراحه كان اوف داي. ولا يعني انت شايف ايه يا كابتن زياد؟ هل الماتش ده مرضي ليك بما انك بتلعب برشلونه فخلاص احنا مبسوطين بالنتيجه، ولا انت كنت شايف ان كان ممكن يبقى فيه احسن؟ لا كان ممكن يبقى فيه احسن، وبكرر لك تاني كان ممكن احنا نتعادل وممكن نكسب كمان. بس طبعا الماتش مليان سلبيات، ما اقدرش نقول ايجابيات، مفيش ايجابيات في الماتش خالص. يعني حتى الجونه حاسس ان هي لقطه حظ، يعني ما ادونيش احساس ان في تكتيك في الماتش. مفيش حاجه حصلت. هو اللي حصل كله ان برشلونه كانت الاحسن حتى وهي اضعف في المباراه، وانت كنت ضعيف جدا لدرجه ان انت ما توصلش لبرشلونه وهي ضعيف. فده اللي اقدر اقوله، مفيش اكتر من كده. في نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده انا شايف ان النادي الاهلي فيه لسه مشاكل كبيره هنشوفها في الموسم الجديد. من وجهه نظري لو فضلنا واستمرينا على نفس المنوال اللي احنا فيه دلوقتي ده، شايف ان الاهلي لازم ياخد قرار مهم جدا في موضوع امام عاشور. لازم الاهلي يبتدي ان هو يعني يقعد مع المدرب يقول له الطموحات بتاعتنا، لان احنا ما بقيناش مستحملين ولا عندنا يعني باي شكل من الاشكال فكره ان احنا ممكن نتقبل سيزون زي السيزون اللي فات ان هو يتكرر تاني. بتمنى منكم كل الناس اللي بتتابعني دلوقتي ان هم يشاركونا رايهم ويعملوا اشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. وما تنسوش تسيبوا لنا ارائكم وكومنتاتكم. هل انتم متفقين
ان النادي الاهلي فعلا على الوضع الحالي لسه في بري سيزون، وممكن في المستقبل نشوف مطوشة احسن او نشوف اداء احسن من حسين عموتة، ولا احنا هنستمر في هذا المسلسل اللي بدأ من السيزون اللي فات، والسيزون ده هيبقى يعني كوبي كده او نسخة من الاخفاق اللي حصل الموسم اللي فات. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم في قناة في التسعين. Free audio post production by alphonic.com.